فطائر بشكل جديد وحشوه جديده اللي كتجي معلكه وبنينه بزاف، والاهم انهم كيجيو مقرمشين وساهلين في التحضير. الا جربتوهم لوليداتكم انا متاكده غادي يعجبوهم. بالنسبه للمكونات 400 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السكر ما تكونش عامره، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وعندي بودره الثوم والزعتر. بالنسبه لبودره الثوم اولا بودره البصل كتبقى اختياريه، الا كانت متوفره استعملوها. غادي نضيف واحد 4 كاس ديال الزيت المائده، وغادي نجمع العجين ديالي بالحليب يكون دافئ حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون لينه، ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه. غادي نغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، وندوزو نحضروا الحشوه اللي غادي نحتاجو لها هنايا. صدر الدجاج اولا لدان اللي متوفر عندكم، نضيفوا له شويه ديال الكركم، شويه ديال الزنجبيل، وشويه ديال الابزار والبابريكا، والملح بطبيعه الحال. الا بغيتو حتى هو تنسموه بالزعتر يمكن لكم انكم تضيفوه كاضافه. هنايا في هاد الزويته ديالو غادي نضيف هنايا الخضر، البصل وكذلك الفلفل الوان اخضر واحمر، وكذلك الكزبر ومعدنوس. صافي هنايا كنخلط هنا الحشوه ديالي كما كتشوفوا. بالنسبه لي انا غادي نحضر جوج ديال الانواع، واحد بالكفته والشكل الاخر بالدجاج، يعني غيكونوا جوج ديال الحشوات. هنا العجين ديالنا كما شفتوا من بعد ما كيخمر ويضاعف الحجم ديالو كنفرغوا منه الهواء وكنشكلوه هكا كويرات اللي كيكونوا صغار في الحجم ديالهم. كنخليهم حتى كيرتاحوا، كنبسطهم بهذا الشكل هذا يكونوا على شكل طولي. هنا غادي نستعمل الجبن، استعملوا اي جبن متوفر عندكم، الموتزاريلا، وكنعمل هكا الحشوه كما شفتوا بهذا الشكل هذا، وكنطويهم اولا كنجمعهم هكا بحال شكل الباغيت. كيجيو بهذا الشكل هذا. الطريقه راه سهله وبسيطه، حاولوا انكم تقرصوا العجين مزيان باش الحشوه ما تخرجش لكم من الجوانب. هادو الشكيلات اللي عملتها بحال شكل الباغيت كيجيو بهذا الشكل هذا. الطريقه راه سهله وبسيطه، حاولوا انكم تقرصوا العجين مزيان باش الحشوه ما تخرجش لكم من الجوانب. هادو الشكيلات اللي عملت فيهم الحشوه ديال الكفته حتى هم بدورهم من نفس الطريقه. صافي كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي، وهذه هي الكميه اللي خرجوا ليا. هنايا كناخذ لا شابلور، انا استعملت هذه كتكون شويه حرشه، كتجي صراحه لذيذه وزوينه بزاف. كناخذ هنايا البيض اللي ضفت ليه شويه ديال الملح، هكا حركته وكنعملهم في البيض وفي لا شابلور. نعمل الزيت كتسخن، غادي نوضع فيها هنايا الفطائر ديالنا كما شفتوا بهذا الشكل هذا، وكنخليهم حتى كيطيبوا ويتحمروا كياخذوا لنا هذا اللون الذهبي اللي كيجيو صراحه هائلين. دغيا كيطيبوا ما كيتعطلوش وكيجيو صراحه من الداخل خفاف وهشاش بزاف. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل. انا هنا راه خليتهم حتى بردوا عاد باش قطعته معكم. يعني الفرماج ديالنا كما شفتوا برد، من الاحسن تناولوهم هما سخان باش هكا كتشوفوا داك الفرماج كيكون سايح.